السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مشاعل الإسلام، حيث نضيء لكم صفحات التاريخ الإسلامي المشرقة. معا نسافر عبر الزمان لنروي قصص أبطال الإسلام، ونستكشف حضارتنا العظيمة، ونتعلم من دروس الماضي التي شكلت حاضرنا. تابعونا لتعيشوا مع كل قصة معاني الإيمان، القوة والحكمة. في كتب التاريخ تذكر بعض الشخصيات وكأنها لغز حي، تحكى عنهم قصص يتداخل فيها المدح بالذم والبطولة بالظلم. كان يقال عنه إنه الرجل الذي لا يبتسم إلا وهو يأمر بقطع رقبتي، وإنه الحاكم الذي أهان خصومه وأرعب أتباعه. إنه الحجاج بن يوسف الثقفي. لكن كيف يمكن لرجل بدأ حياته معلما للقرآن أن يتحول إلى واحد من أكثر حكام الدولة الأموية قوة وجبروتا؟ دعونا نغوص في حياة هذا الرجل الذي كان يخشاه حتى للسيف. ولد الحجاج بن يوسف الثقفي في الطائف عام 40 في بيت بسيط ينتمي لقبيلة ثقيف. نشأ على تلاوة القرآن وتلقى تعليما مكنه من أن يصبح معلما للقرآن في شبابه. لكن حياة التدريس لم تكن كافية لطموح الحجاج. كان يشعر دائما أنه مقدر لشيء أكبر. قرر أن يترك الطائف بحثا عن فرصة تلائم طموحه الكبير، فكانت وجهته دمشق عاصمة الدولة الأموية، حيث بدأ يظهر في مجالس الخليفة عبد الملك بن مروان. في سنة 73 هجرية كلف عبد الملك بن مروان الحجاج بمهمة القضاء على تمرد عبد الله بن الزبير الذي كان قد أعلن نفسه خليفة في مكة. كان حصار مكة اختبارا صعبا للحجاج، لكنه لم يتردد. استخدم المنجنيق لضرب مكة حتى إن جزءا من الكعبة تضرر. في مشهد مؤثر وقف عبد الله بن الزبير أمام أمه أسماء بنت أبي بكر يسألها: يا أمي، ماذا أفعل؟ فقالت له: إذا كنت على الحق فامض حتى النهاية. قاتل عبد الله حتى استشهد، وبعد مقتله أمر الحجاج بصلبه، لكن الخليفة أمر لاحقا بإنزاله تكريما لأمه أسماء. بعد القضاء على ابن الزبير اكتسب الحجاج مكانة كبيرة عند الخليفة. أصبح ينظر إليه كالرجل القوي الذي لا يتراجع أمام أي تحد. في سنة 75 هجرية عين الحجاج واليا على العراق، المنطقة التي كانت تعاني من الفوضى والتمردات. عندما دخل الكوفة جمع الناس في المسجد وألقى خطبته الشهيرة: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها. كانت كلماته رسالة واضحة: الحجاج جاء ليحكم بالسيف لا بالمفاوضات. في بداية حكمه نفذ الحجاج إعدامات واسعة ضد معارضيه، حتى قيل إن الدماء لم تجف في ساحات العراق طيلة فترة حكمه. لكنه في الوقت نفسه بدأ بإصلاحات كبيرة، حيث نظم الجيش وأعاد هيكلة الضرائب، مما ساعد على استقرار الدولة. من أبرز إنجازات الحجاج دعمه للفتوحات الإسلامية. في سنة 92 هجرية أرسل ابن عمه محمد بن القاسم الثقفي لفتح بلاد السند، باكستان والهند اليوم. كانت هذه الفتوحات دليلا على براعته كقائد استراتيجي. إحدى أكثر القصص تأثيرا في حياة الحجاج كانت محاكمته لسعيد بن جبير، العالم التقي الذي عارض طغيانه. عندما أحضر سعيد أمامه سأله الحجاج: ما اسمك؟ فقال: سعيد بن جبير. فرد الحجاج: بل أنت شقي بن كثير. فقال سعيد: بل كانت أمي أعلم باسمي منك. بعد حوار طويل أمر الحجاج بإعدامه،
ويقال إن الحجاج لم يهنأ بالنوم بعدها، وكان يرى كوابيس تلاحقه حتى وفاته. في أواخر حياته أصيب الحجاج بمرض شديد أثر على صحته وعزيمته. كان يردد في أيامه الأخيرة: اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. وفي يوم من الأيام دعا الله قائلا: اللهم لا تجعل لي يدا في قتل أحد بعد اليوم. مات الحجاج في سنة 95 هجرية بعد أن ترك وراءه إرثا مليئا بالإنجازات والقسوة. الحجاج بن يوسف الثقفي كان رجلا لا ينسى. البعض يراه طاغية، والبعض يراه بطلا للدولة الأموية، لكنه بلا شك كان رمزا لعصر مليء بالتحديات. فهل كان الحجاج ضرورة لفرض الاستقرار، أم كان مجرد حاكم قاس لا يرحم؟ التاريخ يحمل الإجابة، لكن كل واحد منا يرى الحجاج من زاويته الخاصة. وفي نهاية كل قصة نتمنى أن نكون قد أضأنا لكم درب المعرفة وأثرنا في قلوبكم معاني الإيمان والتاريخ. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من مشاعل الإسلام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.